السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج القوس حبايب قلبي، صفوا النية كده، اتفاعلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي لأول مرة بيزوروا القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو يا أولاد، وننزل نكتب كومنتات، نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. ولازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، إنه لا يعلم الغيب إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. في حاجة أنت هتاخد فيها قرار، في علاقة هتظهر، في علاقة هتظهر قدامك أنت أخدت فيها القرار إن شاء الله. في عندك أوراق أو مستندات هتستلمها أو هتقدمها في مصلحة حكومية، في ورق هيخلص بإذن الله، في مستندات في ايديك انت. علاقتك انت كمان، علاقتك مع الشريك هتكون كويسة الفترة الجاية. هيحاول يقرب منك، يراضيك، هيحاول ان هو يحتويك، هيحاول ياخد باله منك. الفترة الجاية هيكون في استجمام، هيكون في توافق بينك وبين الشريك. حصل بينكو نفور بسبب الطاقة السلبية، بسبب الضغوطات اللي عندك، بسبب تدخل الأهل. ان شاء الله هيكون في تفاهم، في علاقة كويسة جدا. كمان في عندك حاجة، عندك هتتصلح حاجة كانت ماشية زي ما بيقولوا على مرام كويسة. انت عندك في تجديدات، في اساس عندك انت بتغيره، في تجسيدات في موجودة في بيتك، في حاجات انتوا بتجسسوها، في ناس دخلت في حياتكم الفترة الأخيرة. انتوا كمان دخلت في حياتكم علاقات كتيرة، العلاقات دي ما كملتش معاكم او ما نجحتش، حصل في حياتكم في حبة لخبطة بسبب العلاقات دي. في ناس دخلت في حياتك الفترة الأخيرة دي، الناس دي ما كملتش او اكتشفت ان هم مزيفين. انت خرجت ناس كتيرة في حياتك الفترة الأخيرة دي، وبدأت تفلتر ناس كتيرة موجودة في حياتك، وبدأت تستغنى عن بعض الناس اللي ملهاش لازمة في حياتك. انت بتطلع ناس كتير ملهاش اي لازمة. انت عندك فيه خبر حلو، الخبر ده انت مستنيه بقالك فترة، ان شاء الله ربنا يجعله من نصيبكم. ده الخبر ده هيساعدكم جدا. بس انت في عندك اختلاف وجهة النظر بينك وبين حد، في حد انت بتتواصل بينك وبينه، في مشاحنات، في مواجهات، في حد دخل الفترة الأخيرة دي في اختلافات وجهة نظر، في خلافات بينك وبين حد. إن شاء الله هيكون في عندك مناسبة دي حلوة وهتسعدكم إن شاء الله. انتوا مستنين المناسبة دي بقالكوا فترة كبيرة. عندك مناسبة تخصك أو تخص حد في أسرتك، وانت هتكون نجمك ساطع. خلي بالكوا برضو في حد بيتابع أخباركوا، في حد عايز يعرف ظروفك ايه ودنيتك ماشية ازاي. الشخص ده متابعك كده من ورا، زي ما بيقولوا كده من ورا الستارة. ممكن يكون بيتابعك عن طريق حد او بيتابعك من بعيد لبعيد. الطاقة، انت لازم تخلي بالك من الشخص ده. ممكن توصل له صورة غير الصورة، هو مش حابب ان انت تكون صورتك حلوة، فخلي بالك من الشخص اللي بيوصل لك الكلام. هو عدو مش كويس، في عدو قريب منك انت عارفه وعرفته. الشخص ده شايفه ان هو عدو، هو مش طيب. انت شايفه عدو، هو مش طيب اصلا، هو شخصية مش طيبة. هو مبين لك ان هو طيب
وهو من وجهة حاجة تانية، وممكن تكون انت عرفت عندك في شوية توتر بينك وبين حد، في توتر بينك وبين الشخص ده، في حد توتر بينك وبينه، بس التوتر ده مؤقت. في موقف حصل الفترة الأخيرة ديت وده ضايقك وتوترك، بس إن شاء الله عندك دعم، والدعم ده جايلك من ناس قريبة منك جدا، خايفة عليك وبتحبك. الناس دي عايزة مصلحتك. الدعم ده ممكن يكون مادي معنوي، حد هيشغلك يعني هيساعدك في حاجة، أموال انت هتبدأ فيه، حد بيدعيلك قريب منك جدا، ناس قريبة منك، هيكون في صلح بينك وبين حد، أو في اعتذار بينك وبين حد، لأن في حد كان مضايقك الفترة الأخيرة دي، في حاجة. حد هيقولك أنا آسف، بيقدم لك اعتذار، زعلان حزين، انت بعيد عنه، انت واخد جنب متضايق، في حاجة هتقف على رجليك من أول وجديد. انت بتفكر في الماضي، مواقف حصلت معاك قبل كده، انت هتقف كده على رجليك، هيكون في عندك شغل وعلو شأن، عندك في مكانة، وفي رجوع حق، انت هتطالب بحاجة، ودي هتنتهي لك ان شاء الله بإذن الله، هتكون من مصلحتك. في امور حصلت الفترة الأخيرة دي هتتم من مصلحتك. ممكن زي ما يقول كده دخلت في مشروع وانت مستني، انت قدمت خطوة ومستني الرد، في امور هتكون من مصلحتك، هتمشي كده بتسلسل وهتمشي. والقرار اللي انت بتفكر فيه واللي انت عايز تاخد فيه قرار مهم جدا لمستقبلك وانت بتفكر فيه، والقرار ده هيفيدك. كمان انت عندكوا اموال جاية حلوة جدا، فيها بركة، هتشتري الطلبات اللي انت عايزها، لو عندك دين هتسده، هتشتري حاجة انت عايز تعملها، او عايز تاخد حاجة تشتري شيء، في حاجات انت عايز تجيبها، مستني ان انت تاخد خطوات، تاخد اموال، الاموال دي جاية لك بإذن الله. تفاءلوا بالخير تجدوه، في لقاء بينك وبين حبيب او حد بعيد عنه، عندك في اشتياق، في حد انت مشتاق له، في بينكو لقاء حلو، ده هيسعدكو جدا بإذن الله. عندكو لقاء مع الشخص ده هيكون غالي عليك، وفيها كده استخيارات اسمها ايه، ذكريات، في في عندك اشتياق حنين، الشخص انت حسيت ان الشخص ده بينك وبينه في لحفة، في اشتياق، حنين، حب للشخص ده، في تعارف عندك في الموضوع ده، وربنا يتم لكم عليكم الخير بإذن رب العالمين. عندكم في طاقة استشفاء لبعضكم، انت بتعاني من أعراض ظهرت عليك، حاول تروح للطبيب وتطمن على نفسك وعلى صحتك. في منكم ألم بيجيلكوا في مناطق معينة في جسمكم أو في سنانكم، انتوا محتاجين ان انتوا تروحوا للطبيب وتطمنوا، والحاجة دي بسيطة قوي، وهيكون عندكم طاقة استشفاء بإذن رب العالمين. حد بيشتكي من فقرات صداع ألم، ده بسبب الطاقة السلبية اللي عندكم يا حبايبي. حاولوا تهتموا بحياتكم، ما تخلوش الناس اللي بره اللي تهتم بحياتكم، انتوا اللي اهتموا بنفسكم. في عندكم حب بعيد، عامل زي ما بيقولوا كده في نجمة، ولا عارفين توصلوا له ولا عارفين تاخدوا خطوة ليه. في حب للشريك، لكن انتوا مش عارفين توصلوا له بسبب سحر اتعمل للشريك، انفصلتوا بسبب آه خط بينك وبين الشريك. انتوا في ناس بتتدخل في حياتكم وعامله لكم توتر،
فلازم تخلي بالكم من بعض الأمور